السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم تشيز كيك في الفرن. ساهل ومزيون بزاف في المذاق وفي المكونات ديالو. كنتمنى تبقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا طريقه تحضير وفرجه ممتعه. ندوزو للمكونات. عندي هنايا 600 غرام ديال الجبن، 3 العلب ديال الجبن، 600 غرام، 4 العلب ديال بيرلي، وعندي هنايا 4 العلب ديال كيري، 3 ديال البيضات صفار بيض، كيس ديال فاني، وفي القاعده عندي هنايا 100 غرام ديال البسكويت والزبده. الزبده عندي 80 غرام، يعني علبه ديال البسكويت كتوزنوها كتجبروا فيها 100 غرام اولا 120 غرام كتجي فيها. صافي انا غير هرستو في بيدي وصافي ما طحنتوش، دغيا كيتهرس اولا كطحنوه مره. صافي هنا كنعمل الزبده وكنعمل واحد ملعقه ديال الحليب المحلى غير باش تحليها وصافي، ماشي ضروري. صافي هنا كنبقى نضغط عليها وكنخليها جانبا. غادي ندوزو للكريمه. صافي غادي نبدا نخوي كريم كلشي. الكريمه اذا كانت مالحه، يعني الجبن اذا كان مالح بلا ما تضيفوا الملح، واذا كان مسوس كتضيفوا له واحد قبصه الملح فقط. صافي انا غادي نكمل العلب اللي بقاو لي، وغادي نجيب الكيري. انا عملت هنا 4 ديال المكعبات ديال الكيري. صافي غادي نجيب الطراب وغادي نبدا نخلط. عندي هنا كيس ديال الفاني وقشور ليمون، وغادي نعصر نصف ليمونه. صافي هنا كنستعن بالطراب وكنبقى نضيف البيض بوحده وكنطرب حتى كنسالي الكميه اللي عندي 3 ديال البيضات وصفار بيضه وحده. عندي هنا واحد ملعقه ديال نيدو، تقدروا تستغنوا عليها، وملعقه ديال الدقيق. صافي غادي نخلي لكم المكونات المقادير في صندوق الوصف، حيتاش ملعقه ديال الدقيق ما ذكرتهاش في المكونات حتى الاخير عاد ضفتها. صافي كنضيف واحد 2 معالق ديال السكر، ضفتهم وما تصورليش معايا. واللي كيعجبو الحلاوه يضيف حتى 3 ديال الملاعق ديال السكر، يضيفهم مع الجبن. انا ضفتهم اللقطه ما تصورتليش. انا ما جاتليش حلوه، جاتلي في المذاق الجبن هي هذيك. تقدروا تضيفوا السكر على حسب الرغبه، تقدروا تضيفوا حتى 4 الملاعق ديال السكر في الجبن، يعني ملي تكونوا كتخويو الجبن ديك ساعتك غادي تضيفوا السكر وصافي باش كيتطرب مع الجبن. صافي هنا كنجيب الورق الالومنيوم باش كنلبس القالب. ضروري في هذه المرحله ديال التلبيس ديال القالب، حيت هو غادي يدخل الفرن ويطيب في الحمام مريم. صافي كنبقى نلبسو هيدا بحال اللي كنلبسو شي حاجه. هيدا كنضغط عليه باش كيشبر معايا ديك. انا كنلوي وانا كنضغط باش تجي مقاده مع المول.
صافي هنا كنجيب واحد الطاوة تكون كبيرة على المول، وكنجيب الماء طايب وكنغلي. صافي كنعمل الماء طايب وكيكون عندي الفرن مسخن، كنعملو على 50 درجة، وكنشعلو من الفوق ومن تحت حتى كيطيب. تقدروا تغطيوه بشي كاغيط، بشي كاغيط من الفوق باش ما يتحمركمش من الفوق. صافي كتخليوها 50 دقيقة صافي وكتوجد. كتبقاو ملي كطيب كتخليوها في الفران حتى طافي، يعني كطفيو الفران وكتخليوه ساعة المكانة في الفرن. ملي كتخرجوه كتخليوه عاوتانك في المطبخ واحد نصف ساعة حتى كيبرد، وكتدخلوه للثلاجة كيبقى ليلة كامل. انا خليته ليلة كاملة في الثلاجة. صافي بعد ما خليته ليلة كاملة كنجيب انا غير العلبة ديال المربى صافي، وتقدروا تطحنوها حتى تقدروا تطحنوها ولا تعملوا الفريز اي حاجه. انا عندي هنا هاد الكرز صافي خليته هيداك ما طحنته ما والو، يعني مربى فقط كانت عندي وضفتها. تزيين كيبقى الاختيار ديالكم، تقدروا تخليوها، تقدروا تعملوا الفريز الكرز طحنوه وتصفيه وتزينوا به، اولا كتعملوا السيرو ديال الفريز اللي بغيتو، او غير مربى كتكتفيو به فقط. حتى في المربى كتجي لذيذه في المذاق، كتجي في الشكل مزيان. ديك الطروفه ديال الكرز كيبقاو باينين، كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نقطع معكم واحد الطرف. ها الشكل النهائي ديال التشيز كيك كيجي مزيون بزاف. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكنتمنى تكونوا نكون على حسن ظنكم ويكون عجبكم الفيديو. كنتمنى تفرجوا حتى تكونوا تفرجتوا حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. وبسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.